السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنشرح مشروع الفويب اللي هو الفويس اوفر اي بي. تمام. هنبدأ بسم الله. الاول بس كده هناخد اوفر فيو عن الفويب. تمام. وهقول لكم ايه اللي احنا محتاجينه واحنا اصلا المفروض هنعمل ايه. فنبدأ بسم الله. اول حاجة الفويب احنا هنستخدم برنامج اسمه استريسك. واستريسك ده هيوفر لينا ان احنا نعمل هوست او سيرفر، ان احنا نوصل كذا كلاينت ببعض. يعني كلاينت واحد ده شخص معين، تمام، وكلاينت اتنين نفس الكلام شخص معين. احنا هنكونكت ما بينهم عن طريق الاي بي ادرس بتاعهم او عن طريق الموبايلات بتاعتهم والواي فاي بشكل عام. يعني الحاجه دي احنا بنسميها اس اي بي سيرفيس. تمام. طيب دي كده ان احنا هنلينك. طب احنا هنلينك ازاي؟ احنا بنلينك بهوست. تمام. الهوست اللي احنا بنلينك بيه ده هو الراوتر بتاعنا. طب الراوتر ده احنا عشان نخليه هوست لازم نوصله ببرنامج الاستريسك. فاحنا كده الاستريكس اول ما نوصله بيه احنا نقدر ان احنا يا اما نخليه الهوست ده على اي كلاود يعني ايه؟ يعني اي حاجة خارجية، او على اوبنتو. احنا هنشتغل اوبنتو اللي هو اللوكال المحلي اللي هو الواي فاي بتاعنا بس، او الراوتر بتاعنا بس. لكن لو اشتغلنا الكلاود ده هيشتغل على ايه؟ على يعني على انحاء العالم كله يعني. تمام. فدي كده اول حاجه. تمام. طيب ايه هو اصلا الاس اي بي سيرفيس؟ طيب الاس اي بي سيرفيس دي هي ميثود او بروتوكول اسمه ستارتنج انيشال بروتوكول. يعني ايه؟ يعني بروتوكول بدء الخدمه او تثبيت الخدمه. عباره عن ايه؟ طيب عباره عن ان هو عندي فو اي بي بروفايدر اللي هو هيبقى الجهاز بتاعنا الاوبنتو بتاعنا، والانترنت ده اللي هيبقى الراوتر بتاعنا، والديسك فونز هيبقى الموبايل بتاعنا واللابتوب. فهو بيعمل لينك ما بين الفو اي بي بروفايدر ده وما بين الفونز دي. فالاس اي بي ده مهم جدا ان هو يلينك ما بينهم. طيب الفويب اصلا عبارة عن ايه؟ الفويب عبارة عن ان هو فويس اوفر اي بي. فانا بعمل ايه؟ انا بنقل ميديا يعني من اي بي لاي بي تاني. ايه هي الميديا دي؟ الميديا دي ممكن تكون اي حاجة، ممكن تكون فويس، ممكن تكون مكالمة، ممكن تكون تكست مسج، المهم ان هي ميديا عموما. طيب فالاس اي بي ده بيساعدنا ان احنا نلينك ما بين الميديا دي والميديا دي، فنقدر ان احنا نوصل للي احنا ايه عاوزينه. طبعا كل اللي احنا هنعمله ده لوكال. تمام. دي كده مابل اللي احنا عملناه، ان احنا الفويب استريسك اهو هنربط ما بين الشخص رقم 1 والشخص رقم 2 عن طريق هوست، والهوست اللي احنا هنستخدمه هو اوبنتو. تمام. تمام. دي كده اول حاجة. طيب لازم طبعا معظمكم هيبقى شغال فيرتشوال بوكس او فيرتشوال ماشين بشكل عام يعني. تمام. فبما اننا شغالين فيرتشوال ماشين هنبدأ نفتح الماشين بتاعتنا. بس قبل ما نفتحها احنا لازم نتأكد ان في حاجة. اولا لازم الماشين بتاعتنا تشتغل على نفس الاي بي ادرس بتاع الجهاز بتاعنا. يعني ايه؟ يعني انا لو فتحت السي ام دي هنا وكتبت اي بي كونفج، الراوتر بتاعنا 192.168.1.1، بس الجهاز بتاعي اللابتوب شغال على 192.168.1.7. انا عاوز اخلي الفيرتشوال بوكس ياخد اي بي زيه زي اي جهاز متوصل كأنه لابتوب تاني من الاخر. فهو يبقى هوست
نقدر ان احنا بقى ايه نكونكت بيه وكده. تمام. فاحنا هندخل على اعدادات الفيرتشوال بوكس. طبعا انتوا لازم تبقوا مسطبين اوبنتو او كالي لينكس وات ايفر اي حاجه. تمام. هندخل على نتورك ادابتر 1 وادابتر 2. هتعملوا زي ما انا عامل كده، هتعملوا انيبل نتورك ادابتر وتختاروا بريدجد ادابتر، وبعد كده هتختار الواي فاي بتاعك ان هو يكون وايرلس مش ايثر، ويكون متاكدين ان كابل كونكتد هنا. تمام. ادابتر 2 نفس الكلام، هيبقى نت. تمام. وكيبل كونكتد برضو، يبقى ايه؟ يبقى بريدجد ونختار الواي فاي وكيبل كونكتد ونت وكيبل كونكتد. تمام كده. تمام كده. احنا هندخل بقى على الفيرتشوال ماشين بتاعنا. تمام. وهنشوف هل اخد اي بي ولا ما اخدش. احنا المفروض ان احنا هنسطب الاسترسك، وبعد كده هنحط ارقام موبايل، رقمين مثلا 3 4 على حسب انت عدد الموبايلات اللي عايز تحطها. ماشي. وبعد كده هنبدأ ان احنا نحمل برنامج على الموبايل وبرنامج على الجهاز بتاعنا، ونبدأ ان احنا نرن على بعض منه. تمام. طيب اول حاجة بس كده، احنا في ملفات انا هسيبها لكم تحت الفيديو، يعني هتدخلوا على اللينك على طول يعني. تمام. عليه انا هسيبه لكم باذن الله على طول. دول اللي احنا محتاجينهم. هنعمل داونلود. تمام. نزل. هنفك الضغط اكستراكت، هينزل الملف كده. هنفتح الملف عشان عندي تقريبا في زيطة في الشارع، بس مش مشكلة يعني. طيب احنا هنعمل اكستراكت. ريبليس اول. طيب ده كده الملف اللي احنا هنبدأ نسطب بيه او ان احنا نشتغل عليه. طيب انا هنا بس هعدل حاجة انت مش مضطر تعدلها عندك، لان انا عملتها قبل كده بس، فمش محتاج ان انا اعملها. بس الملف ده انت هتفتح في التيرمينال open in terminal او open terminal here. تمام. ادي التيرمينال، كبروه. طيب هنكتب ls الاول. تمام. هنكتب chmod plus x install asterisk .sh وهندوس انتر، وبعد كده هندوس نقطة سلاش install asterisk sh. الباسورد اللي انت عامله هنكتبه وهنسيبه ايه يبدأ يسطب كده. دي بداية التسطيب. وبالمناسبة احنا نسينا نتأكد الاول من الاي بي. هنكتب اي بي ايه لحد ما يسطب. هنتأكد ان لازم يكون واخد اي بي معين 192، يعني يكون بدايته 192 168 1 واي بي في الاخر كده. احنا تمام. لكن العادي ان الفيرتشوال بوكس بيكون واخد الاي بي ده بس، لكن احنا لما عدلنا عليه فخد الاي بي ده. تمام. فهنا بيقول لي انت عايز تسطب اهو، نقول له ماشي اوكي، ندوس انتر، يبدا يسطب. تمام. فالاي بي ده هو اللي هيكون الهوست بتاعنا. يعني مثلا انا هقول لكم احنا دلوقتي عندنا مثلا 192 168 11 ده الراوتر، 12 مثلا ده لابتوب، 13 ده موبايل تاني، 16 ده هو الفيرتشوال بوكس اللي احنا شغالين عليه ده. تمام. هنستنى بقى لحد ما يخلص تحميل خالص مع نفسه. تمام. انا بس مش عاوز اقفل الفيديو علشان ما يفوتكوش حاجة يعني، او لو ظهرت مشكلة قدامنا، ظهرت حاجة قدامنا نقدر نعملها. اهو هو كده بيبدأ يحمل استرسك، يحمل احدث اصدار.
يعني هو منه فيها هيحمل احدث اصدار. ده 14 ثانية. تمام ماشي. بيبدأ كده ان هو يسطب الملفات اللي هي بتاع الاسترسك، بيعمل باكج وان باكج وكده. طيب هو الحتة دي ممكن تاخد حبة وقت يعني، خصوصا ان هو يعني هيقعد يجرب كل الاوامر دي. هي فين؟ اللي هي هنا دي. يعني هو كان هنا من شوية ان هو حمل استرسك وفك الضغط، وهيدخل عليه على المكان، وهيبدأ ان هو يعمل اكستنشنز الام بي 3 علشان نقدر ان احنا نتكلم عليه. وبعد كده هيعمل انستول وكونفيجر، وبعد كده يبدأ برضو يسطب كله ده. يعني انتوا كنتوا هتكتبوا كل الاوامر دي بايديكم، بس طبعا الملف ده عوضنا عن كل حاجة. احنا يا دوب زي ما قلت في الاول هنكتب بس ايه chomd plus x واسم الملف، وبعد كده هنعمل ايه، هندوس انتر. بعد كده هنكتب نجمة سلاش انستول استرسك، وبقى هو هيبدأ يعمل كل ده لوحده. يعني انتوا مش هتعملوا اي حاجة، وهيكون سطب باذن الله الاسترسك كله. تمام. هو 35% دلوقتي. طيب احنا في النهاية يعتبر هو هيقف لحد هنا. ده السيرفيس بتاع الاسترسك، ده الامر اللي بيشغلها، برضه هتشتغل لمرة واحدة. وده الامر اللي احنا بنفتح بيه استرسك اصلا. تمام. وده علشان نقلاو اليو دي بي. انتوا عارفين ان المكالمات او الفويب او الفويس عموما يعني احنا بنتكلم يو دي بي، ما بنتكلمش تي سي بي. لو في حد مش عارف ان اليو دي بي والتي سي بي يقدر يسيرش جوجل يكتب تي سي بي يو دي بي وهيفهم عنهم اكتر يعني. تمام. بس عموما يعني ان اليو دي بي اللي احنا بنستخدمه في المكالمات يعني، لان هو الباكجز مش بتحتاج اي تاكيد يعني، بتبقى ايه، بتبقى اي باكج بتيجي بيبعتها فبتبقى سريعه جدا. فهي دي انسب حاجه للمكالمات يعني. تقدروا تكتبوا يو دي بي فور كولز هتفهموا اكتر يعني انا بقول ايه. ان هو بيقول واي يو دي بي، بيقول يو دي بي بروفايد بيتر اكسبيرينس فور فويب. لو خدتوا بالكم يعني انا حتى سرشت جوجل قدامكم فقال لك ان هو احسن اكسبيرينس للفويب، فعشان كده احنا بنستخدم يو دي بي. هنا بيقول لي الكود بتاع الدولة، احنا دولتنا مصر 20 الكود بتاعها. دوست انتر. تمام. ف يعني هي دي شوية configurations اللي هي اصلا في الملف، بس احنا بنعملها مرة واحدة على طول يعني. تمام. بدل ما نعمل كود. فاحنا في الاخر هنفعل ان هو يشتغل يو دي بي طبعا، وهنبدأ نحمل البرنامج اللي هو هنبدا قصدي نحط اكستنشنز اللي هي هقول لكم عليها كمان شويه، بس انا عاوز اقول لكم واحده واحده يعني. تمام. لحد ما يسطب انا ممكن اكلمكم عنها يعني. طيب احنا عندنا هنا 3 ملفات غير اللي احنا بنسطب منه، اكستنشن واس اي بي وفويس ميل. ايه دول اصلا؟ الملفات دي الحقيقه ان هي اصلا هتبقى نازله مع الاسترسك اللي بيتسطب ده، بس مش هيكونوا بنفس الكلام اللي جوه. ليه؟ لان مثلا sib.config ده دي حاجه احنا بنكتبها بايدينا، بنعرف بيها ارقام الموبايلات والاي بي بتاعنا والحاجات دي. فاحنا هنا بنقول له مثلا اللوكال انترنت اللوكال نت 192.168.1 والزيرو ده هنغيره بالاي بي بتاعنا دلوقتي، اللي هو اللي احنا جبناه من هنا اللي هو ده. عشان كده كان لازم يبقى نفس الاي بي ده. فاحنا هناخد الاي بي ده وهنغيره بيه دلوقتي. يعني احنا بنكتب اي بي اي تاني عشان برضو لو محدش خد باله، اي بي اي فبيظهر لي اي بي ده 192.168.1 وتفر بقى الرقم عندك كام. فبقى هتشيل الزيرو دي هتكتب 6. تمام كده بالشكل ده. حلو. وهتمسح السطر ده. احنا كده مش شغالين امازون يعني، او مش شغالين كلاود، فاحنا شغالين لوكال بس.
فانت هتمسح السطر اللي كان موجود هنا، وهتخلي بس اللوكال نت بالاي بي، نفس الاي بي اللي انت عندك. تمام. وهنا دي ارقام الموبايل 7001 7002. انا ممكن اخليها مثلا 123، وهنا 456. تمام. 123 ده رقم الموبايل، 456 ده رقم الموبايل. تايب فريند، هوست دايناميك، سيكريت ده كلمة السر، الباسورد اللي هو بيطلبه مني في البرنامج. يبقى الرقم 123، الباسورد بتاعه 123. 456 ده رقم موبايل تاني، الباسورد بتاعه 456. هنبدأ نسيف. تمام. ده كده اول ملف. انا هبعته لكم زي ما هو كده، انتوا يا دوب هتغيروا بس ايه الاي بي ادرس ده على نفس الاي بي ادرس بتاع الماشين بتاعتكم اللي هي هتبقى الهوست باذن الله. طيب هو لسه برضو بيسطب. ماشي. هنخش على تاني ملف الاكستنشنز. الاكستنشنز ده في ايه اللي المفروض الرقم ده والرقم ده يعملوا، او البرميشنز اللي هي عنده اللي هم ايه. يعني مثلا انا طبعا كانوا 7001، انا غيرتها 123، فانا ايه هعمل ريبليس وكده. يعني هبعت لكم الملف جاهز على طول، يعني 123 123 نفس الكلام. احنا بس بنجرب يعني كذا حاجة. وهنا 456 456، ودي هنا ارقام تاني عادي يعني. تمام. المهم يعني احنا بس معانا لحد هنا 123. انا مديله ان هو ينفع يأنسر كولز، يرد على المكالمات، ينفع يرن، ينفع يعمل بلاي باك، ينفع يبعت فويس ميل، ينفع يقفل الكول. انتوا فهمتوا الفكرة؟ فدي كده الاوامر اللي يقدر يعملها، ان هو يرد، ان هو يرن، ان هو يعمل بلاي باك، ان هو يبعت فويس ميل، ان هو يقفل. نفس الكلام ل 456 اللي هم الرقمين اللي احنا عملناهم. طب انا لو عايز اعمل رقم زيادة، نفس الكلام، انسخ مثلا حاجة زي كده. تمام. وهحط مثلا هنا 789 مثلا، 789. احط باسورد، اي باسورد عادي طبعا، 789. تمام. طيب وهاجي هنا اعمل له بقى اكستنشنز جديده. تمام. اخد اكستنشنز كامله لواحد واجي حاططها كده مثلا، يعني 789 789 نفس الكلام. بس كده انا عملت 3 ارقام، 1 2 3 و4 5 6 و7 8 9، ان هم يرنوا، ان هم يردوا ويرنوا، وبلاي باك، فويس ميل، وهانج اب. تمام. طيب ايه اللي جنبه ده مثلا؟ دي حاجه يعني ممكن ابقى اتكلم عنها بعدين. تمام. فكده احنا عملنا الارقام، ارقام الموبايل كده، ارقام الموبايل، وهنا ارقام الموبايل، وهنا الاوامر لارقام الموبايل. انا بقى مستني ايه؟ ده الفويس ميل. طبعا الفويس ميل انا يعني ممكن اضيف يعني حاجات فيه، يعني اضيف مثلا هنا هنا 1 2 3 1 2 3 و4 5 6. دي حاجة عادية يعني، مش شرط تعملوها يعني. تمام. بس يعني عشان لو حد عايز يعمل فويس ميل ويجربه. تمام. وهنحط الاخير اللي احنا عملناه اللي هو 7 8 9 ثانية 7 8 ثواني. تمام. تمام كده. هو لسه هنا بيعمل هو فيريفاينج. تمام. بيشوف يعني الاكستنشنز الموجودة. طيب بعد ما هيخلص بإذن الله ايه اللي احنا هنعمله؟ احنا هناخد الملفات دي اللي هما ال3 دول اللي احنا عملناهم، وهنروح ننسخهم في المكان بتاع الاستريسك اللي هو موجود فيه الملفات حاليا يعني. تمام. فاحنا بس مستنيين ان هو يخلص انستول،
وكده احنا يعتبر شبه خلصنا. احنا كده عملنا، هنعمل الاسترسك اهو، عملنا ارقام الموبايل اهي. ناقص بقى ايه؟ ان احنا نحمل الموبايل علشان نرن بيه وكده يعني. فانا مثلا يعني هحمل على لينكس، هحمل على الويندوز عادي، مش شرط احمل على لينكس يعني، عشان اوريكم برضو ان انا ينفع اشتغل من اي حاجه يعني. تمام. فانا هنا اهو. تمام. هنكتب مايكرو اس اي بي. ده برنامج اهو، حتى يعني هو للاس اي بي، مصمم لاجراءات مكالمات هاتفيه. فده اللي احنا هنرن بيه وهنرد على نفسنا منه يعني. تمام. هنبدا نحمله لحد طبعا ما يتسطب يعني اللينكس بتاعنا وكده، عشان هو باين هيأخر يعني. تمام. طيب احنا البرنامج اتحمل اهو. طيب لحد ما نسطبه يعني، هيظهر لنا العلامه دي. هندوس على سهم على اليمين، وهننزل نختار فورمات MP3. تمام. علشان نتكلم على 800 يعني مونو كده، او يعني من الاخر عشان المكالمات هنعمل عليها صح، اللي هي الفورمات MP3، وهندوس تاب. هنعمل سيف اند اكزيت، هو هيكمل تاني. تمام. دلوقتي هو بيفك يعني الانكريبشن بتاع الملفات. يعني هي دي يعتبر اخر حاجه لحد ما يسطبها. نسطب البرنامج اللي هو المايكروسيب. تمام. عشان اوريكم بس احنا المفروض هنعمل بيه ايه. اهو رن. هو ده. هنعمل allow عادي يعني لو ظهرت لكم. تمام. طيب ده كده البرنامج. احنا بقى المفروض هنعمل ايه؟ بس طبعا لما يخلص يعني، احنا المفروض هنعمل اكونت، هنضيف فيه السيرفر بتاعنا اللي هو الهوست ده، اليوزر نيم والباسورد اللي هم ارقام الموبايل وكده. وبعد ما هيعمل كونكتنج هنا يبقى 1 2 3 كأننا بنرن على الموبايل على 1 2 3. لو عملنا 4 5 6 مثلا، فاحنا بنرن كده على 4 5 6 وهكذا. تمام. فاحنا لسه بس يعني لما الاسترسك يتسطب هنبدأ بقى ان شاء الله ان احنا يعني نعرف الارقام دي ان هو خلاص يعني الارقام والسيرفر والحاجات دي كلها. وهقول لكم على الاوامر اللي احنا بنشتغل بيها علشان مثلا نعرف الرقم توصل ولا ما توصلش، حصل له حاجه ولا ما حصلوش كده يعني. تمام. انا بس مستني يخلص تسطيب، هو بس تسطيبه يعني بيرخم شويه. بس ده التسطيب ده مش بيكون فيه اي مشاكل يعني. هي بس الملف ده هيشتغل وخلاص، بس هيخلص للاخر، مش هيقابلكم اي شكل من المشاكل باذن الله يعني. تمام. يعني هانت ان شاء الله. ماشي. طبعا احنا على انا طبعا مش هعرف افتح الموبايل دلوقتي يعني على اللاب، فانا هوريكم البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه على الموبايل. تمام. البرنامج اسمه ميزو درويد. تمام. احنا مش شرط نشتغل عليه يعني، احنا ممكن نشتغل على اي برنامج عادي جدا. تمام. اهو عشان هو اس اي بي، اي حاجه اس اي بي فويب على الجوجل بلاي نقدر نشتغل عليها. تمام. هو ده كويس ان هو حتى جايب لي الصور عشان انا اوريكم اللي هيظهر عندكم. تمام. فده اللي هتحملوه على الموبايل، وده اللي هتحملوه على الكمبيوتر بتاعكم، اللابتوب عموما. تمام. احنا بس مستنيين لما يخلص تسطيب عشان نبدا نعمل الارقام والسيرفر ونبدا نكونكت بقى. هو ما شاء الله يعني شغال سريع. انا ممكن استوب لحد ما يخلص يعني. طيب هو خلص اخيرا اهو الحمد لله. يعني وصل للاخر. احنا بس برضو زيادة تأكيد احنا عايزين نعمل allow لليو دي بي لبورت 5060 يو دي بي اللي هو اللي احنا هنرن من عليه. تمام. فاحنا هنعمل بيست بعد كده ثواني. هو بس انا عندي اليو اف دبليو ده ما كانش متسطب،
لكن انتوا على اوبنتو هو ده نازل جاهز فيه يعني. فهو بيقول لي ان هو نوت فاوند، فانا بس كنت بسطبه يعني. فهو هيسطب عادي جدا، وهعمل له allow يعني اليو دي بي. تمام خلاص هو اتسطب اهو، هعمل allow يو دي بي. تمام هو كده عمل allow. كده احنا كده يعتبر خلصنا. تمام هنعمل ايه بقى؟ هنبدا نشغل الاسترسك. بس قبل ما نشغله احنا عاوزين ننقل الارقام علشان تبقى اتظبطت مره واحده على طول. تمام فاحنا هناخد الملفات اللي هنا دي هننقلهم فين؟ هننقلهم في مكان اسمه etc asterisk. تمام المكان ده اللي احنا هننقلهم عليه. فانا هقول له هنا، انا فاتح طبعا الملفات دي في التيرمينال دلوقتي اهو، داونلود اس اي بي اللي هم هنا هم. تمام فهعمل سودو سي بي نجمه، يعني انا كده بقول له انقل لي كل اللي في الملف اللي هم دول كلهم لفين بقى؟ على اي تي سي استرسك. تمام يبقى انا كده بقول له انقل لي كل اللي هنا دول في المكان ده اي تي سي استرسك. تمام هو كده نقلهم، طالما ما ادانيش ايرور يبقى هو نقلهم، عمل لهم كوبي قصدي. فانا هخش على فايل سيستم اي تي سي استرسك اهو، ادخل على اس اي بي، ادور على اس اي بي اهو، اتاكد ان هو فعلا اتنقل. اتنقل والارقام كل حاجه اهي تمام اللي انا حاططها 1 2 3 4 5 6 كل حاجه تمام. طيب والاكستنشنز، دور على اكستنشنز اهو، اكستنشنز اهو نفس النظام 1 2 3 و4 5 6 كده تمام. كده ابدا بقى اشغل الاسترسك، يعني ابدا اشغل بقى الخدمه او الهوست بقى. انا كده ظبطت ارقامي، ظبطت كل حاجه، مش ناقص بس غير ان انا اشغله. طيب انا بشغله بكود ايه؟ بشغله بالكود ده سودو استرسك سلاش 3 في ار. تمام او ار على طول، مش لازم 3 في يعني بالمناسبه مش هتفرق. طيب انا هبدا اشغله اهو، قال لي فعلا ان هو اشتغل اهو كونكتد تو استرسك 18.17 شغال على كالي الاي دي بتاعه كده، فهو كده اشتغل. طيب انا بقى عاوزه يتعرف على الحاجات بتاعتي، فانا هعمل ايه؟ هكتب له موديول. طيب يا شباب احنا هنبدأ ان احنا نخليه يعرف الحاجات اللي احنا حملناها، اللي هي الاكستنشنز، اللي هي الارقام الموبايل 1 2 3 و4 5 6 و7 8 9، والاس اي بي اللي هي يعني الارقام قصدي، والاكستنشنز اللي هو ان هو يانسر يرن يرد وهكذا. فاحنا هنعمل موديول لود تمام تشين اس اي بي دوت اس او. تمام الكود ده انا او الامر ده انا هسيبه لكم في الديسكريبشن. موديول لود شين اس اي بي دوت سو، وهندوس انتر. هيقول لنا طبعا ان هو عندكم هيبدا ان هو يرن، بس انا عندي اوريدي لودد يعني، فانا مش محتاج اعمل لود. تمام طيب وتاني حاجه هبدا ان انا اعمل ريلود عشان اتاكد ان كل حاجه تمام. كده كله تمام. طب انا عايز اتاكد كله تمام ولا لا، بكتب امر ثالث اس اي بي شو بيرز. يعني ايه؟ يعني بقول له وريني الدنيا عندك عامله ازاي، او وريني يعني ايه الحاجات اللي عندك، الارقام متوصله ولا مش متوصله الى اخره. فاهو طبعا انا عندي متوصلين انا موصلهم، فانا هلغي توصيلهم دلوقتي عشان اوريكم هو المفروض يظهر عندكم ازاي. فهو البرنامج الاول اهو، هعمل edit account. انا صراحه عايز اعمل delete account للاكونت ده، بس مثلا انا يا دوب هغير الاي بي ده 7 وده 6 هشيلهم بس. تمام عشان بس يعمل لي ان هو disconnected. تمام اهو عمل disconnected هنا. تمام عشان بس اوريكم هو المفروض يظهر عندكم ايه. طيب فانا شو بيرس طبعا لسه في واحد اونلاين اللي هو على الموبايل، فانا هلغيه برضو عشان نبقى بادئين من الصفر مع بعض. تمام اهو تمام اوكي.
طيب شو بيرس المفروض لما تعملوا شو بيرس دي هيظهر لكم كله unspecified زي كده، بس طبعا ده عشان الموبايل ده عشان ما اعملوش كل شويه. طيب فاول ما يظهر لنا ان هو الارقام دي كده يبقى انا لسه بقى محتاج هسجلها. حلو. طيب هبدا اسجل المايكروسيب الاول. هنبدا نحمل من على جوجل مايكروسيب وهنحمله عادي زي ما قلت لكم. هنحمل وهنبدا بعد ما نحمله هيفتح لنا كده. هندوس على السهم ده، هنعمل edit account او add account بقى. انتوا طبعا هتعملوا add account. تمام اهو هنعمل add account. طيب هنكتب بس كام حاجه: الاس اي بي سيرفر واليوزر نيم والدومين واللوجن والباسورد. طيب ايه هو الاس اي بي سيرفر؟ اللي هو الاي بي بتاعنا اللي احنا قلنا لازم نتاكد ان هو 192.168 واحد حاجه، فهو ده 16، فده اللي احنا هنكتبه هنا. تمام يبقى 192.168.1.6. عندكم بقى يختلف، دي اللي هي دوت 6 دي ممكن تختلف تبقى اي حاجه. تمام. اليوزر نيم ده رقم الموبايل اللي احنا عاوزين نحطه. احنا حطينا موبايل 1 2 3. الدومين ده هو الاي بي ادرس بتاع الويندوز سي ام دي اي بي كونفج. تمام. الوايرلس لنا هو 192.168.1.7. تمام. فانا هاخد ده كوبي كده واحطه كده واحط 7 في الاخر. اللوجن اللي هو اليوزر نيم 1 2 3، الباسورد 1 2 3 اللي احنا عملناهم في الاكستنشن في الاس اي بي هنا، اللي هم دول 1 2 3 1 2 3. تمام. احنا لو غيرنا 1 2 3 مثلا حطينا اي رقم موبايل وحطينا السيكريت ده اي حاجه، فهو ده اليوزر نيم والباسورد بتوعنا. تمام كده انا سطبته وظبطته. ببدا اعمل كونكت. عمل لي اونلاين هنا، المفروض ان هو يسمع معايا هنا. هو فعلا سمع معايا هنا، قال لي ريجستر ده اهو على 1/7 اللي هو اصل الاي بي بتاعنا ده هو اهو 1/7 اهو 1/7 هنا. قال لي ان هو ريجستر. طب اعمل شو بيرس تاني، هلاقي ان هو 2 اونلاين. واحد اوفلاين ده اللي هو رقم الموبايل اللي ما سجلتوش اللي هو 789. انا سجلت 1 2 3 و4 5 6. طيب انا سجلت اللابتوب، اسجل الموبايل ازاي؟ ممكن احمل البرنامج ده اللي هو ميزو درويد اس اي بي فويب، او احمل برنامج تاني اسمه لاين فون. ماشي لاين فون. طيب لاين فون او ده. تمام. ولاين فون بالمناسبه ينفع للويندوز برضو. واحنا هنحمل برضو الويندوز برضو وهنجرب نتعامل عليه برضو، يعني عشان برضو نبقى ايه غطينا كل حاجه، عشان الفكره ان الاس اي بي ده يشتغل على اي حاجه. طيب هتفتحوا الموبايل، اول ما هتفتحوا البرنامج ده او حتى لو فتحتوا نفس البرنامج لاين فون برضو على الموبايل هيظهر لكم نفس الحاجه زي دي. هتكتبوا اول حاجه سيرفر، هتكتب 192.168 اللي هو السيرفر بتاع الاوبنتو بتاعك او بتاع كالي بتاعك، يعني اللي هو ده 1/6. احنا عندي هنا 1/6، انت هتكتب زي انت ما عندك. انا كتبت 1/6. تمام. وهتكتب اليوزر نيم والباسورد اللي هو رقم الموبايل 456. انا سجلت هنا 1 2 3، هسجل هنا بقى 456. وبالفعل انا سجلت اهو. لما هفتح لينكس واكتب اس اي بي شو بيرس فهيقول لي ان 1 2 3 متسجل على الاي بي ده و4 5 6 متسجل. طيب انا هبدا ارن من الموبايل عليا. تمام. هكتب على موبايلي 1 2 3 وهبدا ارن. تمام. انا كده برن، ادي المكالمه وصلت لي من 4 5 6. تمام. اعمل انسر. انا كده بتكلم، يعني انا الصوت اللي جاي من هنا جاي على الموبايل بتاعي دلوقتي. انا مش عارف اذا كان ظاهر في الفيديو ولا لا، بس اتمنى يعني ما يظهرش. تمام. وحتى في الكوماند لاين، ثانيه انا هعمل انت. في الكوماند لاين هنا بيظهر لي كل حاجه، يعني بيقول لي ان في حصلت انسر من 4 5 6 وفي دايلنج من 1 2 3 على 4 5 6. يبقى كده انسر يعني 4 5 6 ده رد، واللي رن 1 2 3 واللي رن 1 2 3 هنا برضو بيرن اهو، و4 5 6 رد. والتشانل اللي شغالين عليها اسمها سيمبل بريدج، والاي دي بتاعها ده الاي دي بتاعها بتاع التشانل. و4 5 6 ده سيمبل بريدج برضو على نفس التشانل، يعني الاثنين على نفس التشانل.
والستارتنج ميوزك ان هولد دي لما انا دوست من شويه هولد. طب انا دوست عمل ستوب ميوزك ان هولد. طب انا مثلا عايز اعمل اند فبيعمل هنا اند. طب عايز ارن على الموبايل اكتب 4 5 6 وبرن، وبالفعل يعني المكالمه وصلتني على الموبايل. تمام. فانا طبعا مش هتبان لكم هنا، فانا مثلا هكتب لو كتبت على الموبايل احسن هيظهر لكم على اللاب يعني 1 2 3 اهو بيرن تاني اهو. تمام. اقدر لو عملت مثلا ديسلاين هيقول لي ان انا عملت فعلا عملت فعلا ديسلاين. وجاي لي كمان فويس ميل اللي هو اللي احنا عاملينه ده بيقول لي ان هو انا افيلابل دلوقتي. تمام. طب انا كده جربت البرنامج ده، تعالوا طيب نجرب البرنامج التاني ده. تمام. عشان برضو نبقى احنا غطينا كل انواع البرامج. تمام. اوكي. طيب هو بس بيسطب اهو. المهم يعني اي اس اي بي هيشتغل. يعني انتوا دوروا كده على النت، اكتب مثلا اس اي بي فويب، ماشي، اب، وحمل اي برنامج اس اي بي اهو. بيقول 10 اندرويد اب فور اس اي بي، اللي هو يعني ديسكورد. طبعا الحاجات دي احنا مش هنعرف نعملها، بس قصدي يعني حاجات زي ميزو درويد مثلا، يعني اللي انا شغال عليه دلوقتي وكده. انا هشتغل دلوقتي على الموبايل برضو لاين فون، يعني هشتغل لاين فون هنا ولاين فون هنا. انا هقفل ده خلاص. تمام. اهو لاين فون بيقول لي انا عايز يتوصل على النت، هعمل allow. تمام. هعمل accept، هعمل use a SIB account. I understand. يوزر نيم ده دايما هو الرقم الموبايل بتاعنا. تمام. احنا قلنا هنعمل رقم الموبايل ايه. طب تعالوا نجرب. كنا عايزين نجرب الرقم الاخير، بس خلينا نجرب الرقم اللي احنا كنا شغالين عليه احسن. 1 2 3. الديسبلاي نيم ده عادي، احنا نحط اي نيم عادي، ده اوبشنال هنا في البرنامج ده. هنحط الدومين ايه، اس اي بي دومين. نرجع تاني اللي هو بتاعنا اي بي اي، ثانيه، اي بي اي اللي هو الاي بي بتاعنا ده بتاع الهوست نفسه اللي احنا مسطبين عليه الاسترسك. تمام. فهو 192.168.1.6. باسورد ال 1 2 3 هو 1 2 3. نوع الكونكشن يو دي بي، لان احنا قلنا ان الكولز احنا بنستخدم يو دي بي. تمام كده. تمام. هنعمل يوز. المفروض لما احنا نعمل يوز هيظهر لنا هنا اهو عمل ريجستر ده هنا فعلا. نقدر نرن بقى، يعني هنعمل كده. ارن من موبايلي احسن برضو نفس الكلام. هرن 1 2 3. المفروض انا كده هرن اهو. جات لي المكالمة هنا. تمام كده. انا رديت بس طبعا مش هيظهر الصوت كالعادة، يعني حتى في تكست برضو وكل حاجة يعني. كل حاجة هنا بتظهر لي، اي حاجة انا بعملها بتظهر لي هنا. تمام كده. ف يعني اتمنى انه يكون واضح يعني الشرح باذن الله يعني. تمام. انا كده لغيت الكول من على الموبايل. المفروض تتلغى هنا. اتلغت. تمام. طيب انا صراحه كنت عايز اوريكم ان انا بجرب ارن على الموبايل، بس للاسف انا مش هعرف اوريها لكم. يعني انا برن 4 5 6 واعمل دايلنج، بس للاسف يعني مش هتبان لكم يعني. فانا اللي اقدر اوريه لكم بس ان هي فعلا اشتغلت لما انا برن من الموبايل. تمام كده. انا جربت برنامج تاني عشان افهمكم ان هي شغاله على اي حاجه. يعني حتى انا قفلت اهو قال لي ان هو بيزي، كل حاجه بتظهر لي هنا. والفويس ميل كمان، يعني انا سامع دلوقتي على الموبايل بتاعي فويس ميل، يعني فويس ميل بيكلمني دلوقتي بيقول لي ان هو بيزي او اي حاجه. تمام. ولسه شغاله بالمناسبه. لسه شغاله حتى الان. يعني انا لو قفلتها دلوقتي اهو المفروض هتقفل من هنا اهو يوزر هانج اب، ان انا كده قفلت. انتوا كده اتمنى ان تكون الفكره وصلت لكم. و... ولو في حد عنده اي استفسار يبقى يسيبهولي باذن الله وانا هبقى ارد عليه. تمام. ربنا يوفقكم يا شباب، ومع السلامه.